لكم فيديو من كام يوم وقلت لكم فيه اكاذيب كتير بيتعرض ليها لعيبه نادي الزمالك، وكأن لعيبه نادي الزمالك هم بس اللي موجودين في مصر. قلت لكم ان في لعيبه كتير في الاهلي عقودها بتخلص وبتتفاوض مع انديه تانية، لكن ما حدش شايف الا الزمالك ولعيبته فقط لا غير. من ضمن الحاجات اللي اتكلمت فيها برضه في نفس الفيديو الاكاذيب اللي بتطلع على اللعيب زي ناصر ماهر. ناصر ماهر مستواه مش احسن حاجه الفتره الاخيره، قال لك اصل مستواه مش حلو عشان هو عايز فلوس، محتاج تقدير، عايز فلوس زياده. صفحات الناحيه التانية بدات تكتب، ومش صفحات بس، ده اعلاميين وصحفيين. قال لك ناصر ماهر يطلب زياده راتب 30 مليون جنيه سنويا واللاعب غاضب بعد تجاهل مطالبه، خصوصا بعد عروض الزمالك الاخيره لتجديد عقد زيزو. طلع الراجل على الاكونت بتاعه قال لك مفيش الكلام ده خالص، قال لك الكلام ده كله كلام فاضي. قال لك انا ما طالبتش بتعديل عقدي مع نادي الزمالك من اللحظه الاولى داخل جدران القلعه البيضاء، وشرف ليا العب في الزمالك وجماهير الزمالك حبها مش عارف ايه، وموضوع كبير. ولا افكر في زياده الاثقال على النادي، خد بالك من الحته الاخيره دي، ولا افكر في زياده الاثقال على نادي الزمالك وتحميله اي امور ماليه اضافيه. احترم تعاقدي مع النادي ومستمر مع الفريق ولا صحه تماما لطلب تعديل عقدي. ده بيان محترم من الماهر ناصر ماهر. مستواه مش احسن حاجه الفتره الاخيره من بعد رجوعه من الاصابه، مش مركز، مش هو ده ناصر ماهر اللي احنا عارفينه، ولكن ان شاء الله هيرجع لمستواه. سطرين وكلمتين قالهم نهى بيهم كلام كتير، نهى بيهم جدال كتير، طلع ناس كتير قوي كدابين. قفل القصه تماما تماما. قال لك مش عايز احط اعباء على نادي الزمالك. لعيب كان ممكن يسكت ويسيب الجدل ماشي حواليه ويخلي الدنيا حلوه، اسمه بيتقال هنا ويتقال هنا وبيتردد هنا وعروض ونعلي العقد، وممكن يستغل في الموضوع ويقول لك يلا. لكن اللعيب قفل الموضوع تماما، قفل باب الشائعات وطلع ناس كتير قوي كدابين وقفل الموضوع. ده بياخدنا لحته معينه. ايه بقى الحته دي؟ لعيب شاف ان في دوشه عليه، دوشه مش جامده لكن دوشه موجوده وبتتردد وبتتقال، خصوصا مع ان مستواه مش احسن حاجه، والجمهور بدا يتكلم وهمهمات يا ناصر في ايه، ما ترجع لمستواك، لا بلا بلا كلام كتير. لكن قفل الجدال، قفل باب الجدال. عكس زيزو اللي بقى لها فتره الموضوع كلام كتير عليه ودوشه كتير عليه، مضى الاهلي اصل خلاص ده هيمشي، ده رايح ده جاي، ده هيبقى بالدولار، ده الموضوع تمام. وتسمع الناس يقول لك اصل هو مضى في الاهلي، ناس تاني يقول لك لا ما مضاش ده لسه عايز يقعد في الزمالك، اصل ما اعرفش ايه، وكل شويه جدال. وما طلعش حتى كتب بوست يا جماعه انا مكمل، يا جماعه انا لسه، يا جماعه طب الامور، طب مش عايز دوشه، انا ما زلت اي حاجه حتى لو مسكنات. مفيش. سايب الجدل ومعجب بالليله، ومعجب ان اسمه بيتقال في كل المواقع. دلوقتي لو فتحت الحنفيه هتلاقي صوره زيزو نازله لك، لو فتحت التلفزيون هتلاقي زيزو، تفتح اي حاجه هتلاقي زيزو في وشك. مبقاش فيه في مصر او في الكوره بصفه عامه او في اي حاجه في الحياه الا الكلام عن قصه زيزو. الموضوع بقى بايخ بشكل غير طبيعي، سواء زيزو قعد او مشي الموضوع بقى بايخ قوي قوي. هيقعد يمشي. لو في نيته انه يقعد، طب ما يطلع يكتب بيان يا جماعه انا مكمل في الزمالك وخلاص الامور تمام. ولا النيه فيها حاجه تاني ما تعرفش، لكن هو معجب بحاله اثاره الجدل واسمه بيتردد في كل المواقع وكل الدنيا، والدنيا حلوه. برافو ناصر ماهر، يستحق كل الاحترام والتقدير على البيان المحترم اللي نزله النهارده.